السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. يلا هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض اللازانيا بطريقتها السهله السريعه وطعمها الجميل المتميز. هتجيبي مقلايه على النار، انزلي فيها بمعلقتين من الزبده وعليهم معلقتين دقيق ومعلقه حليب بودر، ونقلب كويس لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي كده. ننزل عليهم بلتر من الحليب طبعا السايل ونقلب كويس جدا. وهسيب لك المقادير كلها في صندوق الوصف بالتفصيل. عليهم قطعتين من الجبنه المثلثات او موتزاريلا او قشقوان، اي نوع جبنه، طبعا جوز الطيب، فلفل اسمر، ويا ريت معلقه زعتر ناشف بتدي ريحه حلوه قوي للبشاميل. ونقلب. وكمان لو عندك بقى شويه كبابه صيني، وبعدين ملح مكعب ماجي، طبعا وقلبي كل ده كويس جدا. كل ده بيعلي التست بتاع البشاميل. احنا عايزينه سايل كده، مش عايزينه تقيل، يعني اخف من التقيل شويه. ونروح على البلكونه نجيب كام ورقه ريحان كده ونقطعهم عشان هنستخدمهم دلوقتي. وفي قلب الفرن هنحط الطبقه الاولانيه من البشاميل، وزي ما انت شايفه اتفقنا ان هو سايل شويه عشان هيسوي معانا اللازانيا او المكرونه، لان مش هنسلقها، دي من النوع اللي ما بتسلقش. يعني يا ريت تتبع التعليمات اللي بتبقى موجوده على علبه المكرونه او علبه اللازانيا، لان في انواع بتتسلق وانواع لا. النوع ده ما بيتسلقش. هنحط على طول بقى عليه طبقه اللحمه المفرومه اللي هي المعصجه بالجزر والبصل والثوم وصلصه الطماطم الكتير، لان انا عايزاها جوسي شويه، يعني فيها صوص كده عشان تسوي معايا طبقات المكرونه. وبعدين طبقة من البشاميل وزعيها كويس علشان تغطي كل طبقات المكرونة. وكمان طبقة تانية. تمام جدا. طبقة لحمة مفرومة. يعني ترتيب الطبقات ده معاك انتي، المهم ان يكون المكرونه متغطيه من تحت ومن فوق بالماده السائله، سواء البشاميل او اللحمه المفرومه. وطبقه بقى الزعتر اللي احنا عفوا الريحان اللي احنا قطعناه، وطبقه جبنه، طبقه بشاميل. وبأكد عليكي تاني، لازم البشاميل او اللحمه تكون فيها صوص شويه عشان تسوي المكرونه. ونغطيها وندخلها الفرن على الرف اللي تحت لغايه ما نبدا نلاقيها بقت بتغلي والبشاميل شويه تماسك. هنطلعها تاني ونحط عليها طبقه من الجبنه وندخلها تحت الشوايه، هتطلع باللون الجميل ده، والريحه بقى اللي ما اقولكوش في منتهى الجمال والروعه. طبعا جربوها هتعجبكم جدا. طبق سهل وسريع وكمان طعمه حلو قوي ومتميز. بألف هنا وشفا. دمتم في أمان الله. مع السلامة.